طيب انا تاني مره هسمع فيها جمله اللي بيحب الكلاب ياخدهم بيته، او لو عايز ياكل كلاب ياكلهم في بيته. هرد عليه واقول له اللي ما بيحبش الكلاب يقدر يروح ياجر له شقه في كوكب تاني. علشان هتقولوا لنا حلول ساذجه ومش منطقيه، هنرد عليكم بحلول برضو ساذجه ومش منطقيه. حضرتك حطيه في جنينه منزلك، في حديقه منزلك، واكليه ودلعيه واعملي اللي حضرتك عايزه فيه. كنت بسأل نفسي كتير يا ترى مين صاحب الجملة المتكررة بتاعت اللي بيحب الكلاب أو اللي عايز يطعمهم ياخدهم بيته، اللي منتشر وسط كل الناس وفاكرين إن هي جملة عبقرية. اتفاجئت الحقيقة لما لقيت إن هو رئيس هيئة الطب البيطري بذات نفسه. مع كامل احترامي وبجانب موضوع الجنينة ده، لأن أكيد 3/4 الشعب المصري ما عندهمش بيوت بجناين، بس على افتراض إن احنا نفذنا الاقتراح العظيم ده وكل واحد ماشي في الشارع لقى كلب عايز يعطف عليه، وبدل ما يحط له في 3 ثواني لقمة هياكلها ويخلصها في نفس اللحظة ولا كأنها حصلت، هنلم بقى كلب في 2 في 3 في 10 في 100، وكل واحد ساكن في عمارة أو ساكن في شقة يبقى حواليه مش اقل من 50 نفر عنده حوالي 100 كلب في شققهم. انت بقى كشخص ما بتحبش الحيوانات واصلا بتعترض على وجودهم في الشارع اللي هو المكان اللي انت ولا بتنام فيه ولا بتاكل فيه، تخيل بقى ان جيرانك حواليك يبقوا كمان عندهم كميه الكلاب دي حاطينهم في بيوتهم. مش هتشتكي من الازعاج والصوت، مش هتشتكي من الريحه، مش هتشتكي من عدم الارتياح ان في حيوانات في كل حته حواليك في العماره. اذا كنتوا بتشتكوا من الكلاب في مكان مش مكانكم، تخيلوا لما ناخد بقى الكلاب دي تبقى حوالينا، تبقى انت قاعد كده كل جيرانك معاهم كلاب، انت هترتاح؟ انت هتبقى مقتنع انت كده فعلا انقذت الشارع من الكلاب وعملت خطه جهنميه كبست فيها كل واحد بيحب الحيوانات وانقذت البشريه من الكلاب المسعوره اللي بتهجم على الاطفال؟ طب هي لو بتهجم على الاطفال ازاي هناخدها بيتنا؟ لو بتهجم على الاطفال ازاي هناخدها بيتنا؟ حد يجاوبني. لو هي فعلا كلاب مسعوره ولو هي فعلا كلاب خطره ازاي هناخدها بيتنا؟ يعني هما المفروض كلاب مسعوره، فانا بقى هعرف امسكه واحطه في عربيه واوديه لغايه بيتي واطعمه وهشكه وادلعه واحميه واعمل كل الحاجات اللي بتستفز الناس اللي ما بيحبوش الكلاب، وبرده هيطلع في الاخر مسعور؟ طب ازاي عرفت اعمل كل ده وهو كلب مسعور؟ ده ما يقولكوش حاجه؟ ده ما يقولكوش ان انتوا بتقولوا الحاجه وعكسها في نفس الوقت؟ خلاص ماشي اوكي، بعد كده اي حد هيقول لي خدي الكلب بيتك هاخده لبيتي، بس ايا كان اللي هيجي بعد كده يشتكي يقول لي في ازعاج في شقتك او في ريحه مش حلوه في شقتك عشان انتي واخده 100 كلب في شقه مساحتها 150 متر، هرد عليه ساعتها اقول له ان رئيس هيئه الطب البيطري بذات نفسه هو اللي قال لي اعمل. وانا بصراحه بحب اسمع الكلام قوي.